تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا معايا لا فيديو ديال اليوم، وتكونوا في اتم الصحه والاحوال ان شاء الله يا ربي. فيديو جديد، وصفه جديده، وصفه طبيعيه بطبيعه الحال تحت الطلب ديالكم اكيد. فانا دائما كنلبي لكم الطلبات ديالكم، بحكم ان بزاف ديال البنات كيعانيو من هذا المشكل ديال الكلف والتصبغات، وانا اول وحده منكم. يعني هذا المشكل كنعاني منه، وبطبيعه الحال جربت بزاف ديال الوصفات. كيف ما عرفتوا انني شاركت معكم دي تريتمون، شاركت معكم وصفات طبيعيه، ولكن هذه الوصفه البنات كتبقى من احسن الوصفات بالنسبه للكلف والتصبغات. بطبيعه الحال انا دائما كنبحث لكم على الجديد وشي حاجه اللي ما كتكونش يعني معروفه بزاف. وصفتنا ديال اليوم البنات وصفه خاصه بالكلف بواحد المكون اللي هو رئيسي وخطير البنات في ازاله الكلف. بنات ما تنسونيش من لي لايك، عافاكم بارطاجيو الفيديو ما امكن مع احبابكم واصحابكم باش تعمل فائده، لحقاش الفيديو ديال اليوم فيديو مهم. اي وحده كتعاني من التصبغات اللي هي عميقه في البشره ديالها، ولا الكلف اللي ما كيبغيش يتحيد بسهوله، هاد الوصفه ان شاء الله من بعد الاستعمال ديالها والمداومه عليها غادي تلقاو النتيجه وغادي تشكروني عليها. وكنتمنى اي وحده جربتها تخلي لي شي تعليق على انها عطاتني النتيجه معاها. بنات هذا المكون اللي هو تيرمس، راني بحثت عليه باللغه العربيه، يعني هنا المغربيه شنو كيقولوا ليه تيرمس. هو هذا الاسم راه اسم مصري. هاد كيتصنف يعني من عائله القطنيات، الفول العدس اللوبيا. يعني هو كيف ما كتشوفوا ديالو، غادي نخلي لكم واحد الصوره هنايا مقربه باش تشوفوا الشكل ديالو والحجم ديالو، تقريبا الشكل ديالو بحال شكل الفول. هو هاد الترمس هذا معروف في مصر، يعني مصر كيديروه بحال شكل طيب وهاري عندنا هنايا في المغرب. والمذاق ديالو هو مزيج ما بين الذره والحمص، وعارفين ان الذره والحمص راه ما شاء الله كتستعملوا في الوصفات، لا بالنسبه للتبييض لا بالنسبه بزاف ديال الحوايج، كيعطيو نتيجه اللي هي زوينه بزاف. الوغ البنات المكون ديالنا الرئيسي اللي هو التيرمس. هاد التيرمس البنات فهو غني بالبروتينات والفيتامينات والاحماض الدهنيه المشبعه بطبيعه الحال اللي مفيده للصحه ديالنا. وكذلك من بعد الدراسات ديالهم اكتشفوا انه ممتاز بالنسبه للبشره، يعني من بعد ما شافوا المكونات ديالو. وبطبيعه الحال فهو كيف ما قلت لكم مزيج ما بين الذره والحمص. فالحمص راكم عارفين ولا درناه بالنسبه للماسك راه كيعطي واحد النتيجه اللي هي زوينه بزاف. الوغ الوصفه ديالنا اللي هي وصفه خاصه بالكلف، فكاينين بزاف ديال هاد الوصفات كيضيفوا ليها هاد الترمس هذا كيضيفوا ليه مكونات، ولكن انا جربتهم وما جاوش. انا نعطيكم التجربه اللي عطاتني الاخت اللي قالت لي كيفاش ديري ليه، وغادي يعطيك النتيجه اللي زوينه وفريمون النتيجه توب دي توب. الوغ البنات بالنسبه للوصفه ديالنا ديال الترمس غادي نحتاجوه هكا، خذوه من عند العطار. فهاد الكميه هذه اللي كتلاحظوا معايا راه غير 5 ديال الدراهم، تبارك الله راه فيها واحد الكميه اللي هو وفيره، يعني تقدكم المده اللي هي طويله بزاف. بحكم اننا غادي نخلطوه مع مكونات اخرين. هاد الترمس البنات خذوه هكا وطحنوه قدامكم، من الاحسن ما تاخذوش بودغ، هو راه كيتباع بودغ، ولكن خذوه طحنوه قدامكم باش تعرفوا المكونات شنو فيه. ما راكم عارفين كيكونوا العطريه وداك الشيء كيبقى يتلاح فيه وما كتعرفوش شنو المزيج اللي فيه. المهم غادي تاخذوه هكا حبات وطحنوه. نخليكم مع طريقه التحضير ومع المكونات اللي غادي نزيدو نضيفوا ليه. بالنسبه لبنات الترمس ها هو الشكل ديالو، انا قربته لكم في الكاميرا. غادي نطحنوها البنات. المكون الثاني عندي هنايا الدقيق الكامل، دقيق القمح يكون كامل كيف ما كتلاحظوا معايا. وثالث المكون اللي هو الحليب، راني حطيته كيغلى. المهم نرجع معكم بما طحنت هذا ونوريكم الطريقه. كيف ما كتشوفوا معايا البنات من بعد ما طحنتو راه كيولي بحال هكايا. ضروري البنات ما تغربلوه، بحكم انه الا طحنتوه على برا عند العطار راه غادي يطحنوا لكم مزيان، تيولي بحال هكايا بحال الطحين. المهم انا خديت واحد الكميه انا قليله، وغادي ناخذ واحد المعلقه من الدقيق الكامل، دقيق القمح كيف ما كتشوفوا معايا. خديت معلقه من هنا ومعلقه من هنا، وغادي نمزج النواشف كيف ما دائما كنقول لكم حتى يمتزجوا مزيان الدقيق مع هذا الترمس هذا. وغادي نضيف البنات حليب ساخن. حليب البنات غادي تفيضوه، وغنضيف معلقه باش نمزج هاد المكونات هادو، يكون ساخن البنات. ونخليو هذا الخليط هذا واحد المده ديال 5 ديال الدقائق بما تشربوا المكونات وعطاو المفعول ديالهم، ومن بعد رانا نطبقوا على البشره ديالنا. بالنسبه للخليط راه الخليط كيولي عندنا
كيف ما كتلاحظوا معايا كريمي. الا جاكم عاقد بزاف غادي تضيفوا الحليب تخفوه شويه كيف ما كتشوفوا معايا. المهم حنا خصنا يجينا سهل في التطبيق على البشره، ما نلقاوش شي صعوبه في التطبيق كيف ما كتلاحظوا معايا. فوالا البنات انا رجعت معكم. بطبيعه الحال حتى نيطويت الوجه ديالي مزيان، ومن الاحسن انكم ديروا واحد الكوماج ديال القهوه ماشي كل نهار، مره في الاسبوع. بالنسبه للمقشرات دائما كنصح بهم غير مره في الاسبوع باش هكا كتحاولوا على لابو ديالكم ما كتخدشوهاش. المهم البنات هذا هو الخليط ديالنا اللي خلطنا. المهم درت لكم الشده غير باش ما نوسخش الزيت ديالي. وبطبيعه الحال غادي توضعوا هاد الكريم هذا ولا هاد الخليط اللي حصلنا عليه مزيج ما بين دقيق القمح والترمس، غتوضعوه على المناطق اللي عندكم فيها البنات تصبغات ولا الكلف. كيصلح البنات حتى الحبشباب. وحاجه اخرى البنات فهو ممتاز النمش، كيخفف منه ماشي كيحيدو كيف ما عارفين ان النمش مستحيل انه باش يزول، وانما كتخفف من داك الظهور ديال النمش. المهم البنات غادي نوضعها على الخليط ديالنا، نوضعوه على الوجه كامل. بالنسبه لشحال تستعملوه الناس اللي عندهم الكلف بزاف، يعني تصبغات عندهم مجهده بزاف لابو ديالهم، المهم غادي نكتفي به فقط هكا. يستعملوه يوميا. من تلاحظوا ان بداو التصبغات بداو كينقصوا لكم وداك الشيء، تستعملوا نهار نهار لا، بالتدريج من بعد صافي كديروه، يعني كتحبسوا من الاستعمال ديالو. وبطبيعه الحال راه ملي كتحبسوا من الاستعمال ديالو راه ما كيرجعش لكم الوجه. بطبيعه الحال غادي يداوم واحد المده ديال 15 يوم. لاحظوا واحد الفرق ان داك التصبغات والكلف بدا كينهاتوا من بعد الاستعمال المتكرر، وبطبيعه الحال المداومه عليه لمده 3 شهور غادي تلاحظوا الفرق واضح البنات. ما غاديش يبقى مشكل ديال التصبغات في الوجه ديالكم، مشكل الكلف ما تبقاوش تعانيو منه نهائيا البنات. صدقوني راه النتيجه ديالو روعه روعه روعه، لا في التبييض لا في ازاله التصبغات. فدائما انني كنبحث على الجديد وكنقدمه لكم وكنبارطاجيو معكم احبابي مادام كنلقى النتيجه. بالنسبه لهاد الترمس هذا كاين اللي كيديروه مع الكركم، ما نصحكمش البنات ديروا مع الكركم، غادي يخلي لكم الوجه ديالكم صفر. علاش؟ ملي كيمتزج الترمس مع الكركم كيعطي واحد اللون صفر اكثر من اللي كيخليه غير الكركم بوحدو. فنصيحه ديروا غير دقيق النخاله كيف ما درت انايا، والحليب يكون فايض، ما ديروش دار المسوس. كاين الناس اللي عندهم البشره ديالهم كتحسس من دار المسوس، بغيتو ديروه لكم الاختيار. بالنسبه للبشره اللي ما كتحسش. المهم كان هذا هو الماسك ديالنا ديال اليوم او الوصفه ديالنا الخاصه بالكلف. ما تنساونيش البنات من البارطاج مع احبابكم وصحابكم باش تعمل الفائده. اي وحده عندها مشكل بارطاجي، سيري لتحت ديري هذاك السهم ديال البارطاج وصيفطيه لها في الواتساب وخليها حتى هي تستافد من هذه الوصفه هذه، ولكن الاجر كذلك حتى نتيا غادي دي اجر في داك السيده. المهم البنات كنتمنى نكون ما طولتش عليكم لا فيديو بزاف، راه كنحاول انني ندي طيب ما امكن، وبزاف د الحوايج كنبغي نقولهم وكنساهم حتى كنمرط الفيديو عاد كنشوف شحال من حاجه ما قلتهاش. المهم ما علينا. المهم راني تقسمت معكم تجربتي الخاصه مع هاد الوصفه ديال الترمس. فعلا البنات وصفه غزاله بزاف، كنصحكم انكم تجربوها. ما تبخلوش عليا بلي لايك لي كومونتير زوينين ديالكم، تابوناو في لاشين فضلا وليس امرا. هنا غادي نخليكم نقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.